بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، إن الحياة الطيبة مطلب للناس جميعا، وغايتهم التي عنها يبحثون، وخلفها يركضون، وفي سبيلها يضحون. فما من إنسان في هذه الحياة إلا وتراه يسعى ويكدح نفسه، كل ذلك بحثا عن الحياة الطيبة وطمعا في الحصول عليها، والناس جميعا على ذلك متفقون، ولكن يختلفون في سبل هذه الحياة الطيبة وفي نوعها ومسالكها، وتبعا لذلك فإنهم تتعدد وسائلهم وتتنوع طرقهم في الوصول إليها. وللناس في كل زمان أفهام حول هذه الحياة الطيبة، وهم تبعا لذلك أصناف، فمنهم من يرى الحياة الطيبة في كثرة المال وسعة الرزق، ومنهم من يراها في الولد أو في المنصب أو في الجاه. لكن الله تعالى قد حدد لنا مفهوم الحياة الطيبة وسبيلها في كتابه الكريم، فقد وردت الحياة في القرآن مقابلة للموت، وذلك على وجهين: الأول بالمعنى الفسيولوجي، وهو انعدام القوة الحية والقوة الحساسة في الكائن الحي بعد أن كانت فيه، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. والوجه الثاني بالمعنى القيمي، وهو المقابلة بين الإيمان والكفر، كما في قوله تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، فالحي هنا هو المسلم والميت هو الكافر. قال الزجاج: الأحياء المؤمنون والأموات الكافرون. وكما في قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فجعل المهتدي حيا وأنه حين كان على الضلالة كان ميتا. وطيبة من طيب، وتضمن عددا من المعاني، كما جاء في المعاجم اللغوية، منها طيب يطيب تطيبا، فهو مطيب ومفعول مطيب. طيب الكلام، حسنه، جعله طيبا أو طاهرا عفيفا. طيب الله روحه، سكنها وأمنها. إن مفهوم الطيب يحمل إجمالا كل معاني الخير التي ترتبط بهذا الوصف، سواء وصف به الإنسان أو الجماد والأموال والطعام والعمل والفكر. فالطيب جماع للخير كله، وهو نقيض الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والطيب بما تقدم هو معيار التفاضل عند الله تعالى، وليس الكثرة أو القلة. والحياة نفسها ليست واحدة في القرآن، فقد جاءت على 3 أنواع، هي: النوع الأول الحياة الخالدة، كما في قوله تعالى: إن الدار الآخرة لهي الحيوان، ويا ليتني قدمت لحياتي. فالمقصود هنا بالحياة الحياة الآخرة المستقرة الأبدية للإنسان، والحياة التي لا يعقبها موت أو فناء. وهذا النوع ذكر في القرآن من باب التحسر لمن لم يقدم لتلك الحياة من العمل الصالح حتى يحصل على مكاسبها الأبدية، كما في قوله: يا ليتني. أو باب تصحيح المفاهيم لمن ظن خطأ أن الحياة الأولى التي يعيشها هي الحياة الأبدية، فكان قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. النوع الثاني الحياة الدنيا، وهي أكثر ما ذكرت في القرآن الكريم، حيث ذكرت فيما يزيد على 60 موضعا، جلها في موضع الذم والاتهام. النوع الثالث الحياة الطيبة، وذكرت مرة واحدة، وذلك في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالله جل وعلا قد أوضح الطريق وبين السبيل وهدى إلى المحجة، وأقام الحجة على الجميع، مبينا لهم هذه الحياة الطيبة التي ينالها من ابتغاها، وسلك طرقها في هذه الحياة الدنيا لتكون موصلة له إلى الحياة الطيبة الأكمل في الدار الآخرة. يقول جل وعلا واعدا عباده المؤمنين ومحرضا لهم على هذا المنهاج القويم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون.
فالله سبحانه وتعالى قد حدد لنا مفهوم الحياة الطيبة وسبيلها، فهناك حياة طيبة في الدنيا وهي في قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، وحياة طيبة في الآخرة وهي معنى قوله تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهناك شرطان لتلك الحياة، أولهما العمل الصالح، وكل عمل نافع للناس، فهذه الأمة خيرها للناس كل الناس، ولكن هذا العمل الصالح ينبغي أن ينبغي على العمل على الإيمان بالله وهو التسليم الكامل لله. ومما قيل في معنى الحياة الطيبة أنها الرزق الحلال في الدنيا وأنها السعادة. والحقيقة الواقعة أن مفهوم الحياة الطيبة والذي شرطه العمل الصالح والإيمان إنما هو مفهوم يمتد من داخل الإنسان وباطنه إلى خارجه وظاهره ثم إلى حياته الأخرى. فوعد الله ليس وعدا جزئيا أو منقوصا لمن حقق الشرط وقام عليه بالحق، وإن الحياة الطيبة هي غاية كل مؤمن لأنها غاية القرآن ذاته، وهي مقابلة لحياة الشقاء في الدنيا. والشقاء مفهوم شامل أيضا يبدأ من داخل الإنسان ويمتد إلى خارجه وإلى الحياة الآخرة. والحياة الطيبة أيضا هي حياة الاطمئنان الوجداني واليقين العقلي والسوية النفسية، لأنها قائمة على الإيمان أي التسليم، وهي أيضا حياة الحركة الصالحة والفعل الصالح والفكرة النافعة والقول الخير، لأنها قائمة على العمل الصالح للناس. وحياة المؤمن هي بطبيعتها حياة طيبة تقوم على الرضا والتسليم والتعلق بالله وحده، وهذا كفيل بتحقق تلك الحياة في نفس المؤمن وفي ضميره وفي واقعه وفي دنياه وفي آخرته. إن حياة المؤمن هي بطبيعتها حياة مطمئنة لأنها تخضع لنواميس مختلفة عن النواميس الوضعية المتأرجحة والمتذبذبة التي تغضي الإنسان يوما وتغضب أيام، هي نواميس القضاء والقدر، فيستبعد الحزن والشقاء على ما فات وينضبط قلبه بالفرح بما هو آت، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا ترفحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إن المسلم يحيا في ظلال الحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالح مع الله الذي بيده السعادة والحياة الطيبة، فيصبح قلب المؤمن مادة مستعدة لتلقي الفيض الإلهي ونزول الطمأنينة والأمن والسكينة عليه، فيرتفع عنه كل قلق وجودي واضطراب وشعور بالخوف أو الحزن، فيتذوق طعم الحياة الطيبة بعمق ماهيتها. فالحياة الموصوفة بالحلاوة والأنس والعذوبة والسرور هي الحياة مع الله تعالى، فالشعور بالمعية الإلهية يطيب الحياة لأنه يحقق مقوماتها الذاتية وهما البقاء والخلود والأبدية. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والخلو من مقارنة الأعدام كالشر والقلق والاضطراب والخوف والحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا. ويقول تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فهذه الآية تفيد أن حقيقة الاطمئنان حصرا لا يجد إنسان طعمه إلا مع الله. فهذه الآية تفيد أن حقيقة الاطمئنان حصرا لا يجد الإنسان طعمه إلا مع الله، لأن كل الأسباب الأخرى في ذاتها مغلوبة مقهورة، والله تعالى هو القاهر والغالب. وإذا كان اطمئنان القلب يتحقق بذكر الله وبالتالي تطيب الحياة، فعلى النقيض من ذلك الإعراض عن ذكر الله تعالى فإنه يضنك العيش ويضيقه. يقول تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن الحياة المعاصرة يمكن وصفها بالمفهوم القرآني الضنك، ومفهوم جامع لما تعانيه البشرية في نسختها المعاصرة. فالإنسان المعاصر يعاني من آلام الحيرة النفسية والضلال الوجداني والتمزق الروحي،
رغم ما وصل إليه من ابتكار وسائل للمتعة المادية وإشباعات الجسد، والذي تمركزت حوله غاية الإنسان المعاصر. وليس ذلك خاصا بالحضارة الغربية المادية فقط، بل امتد إلى المجتمع المسلم أيضا، والذي أصبح نسخة مطابقة من الإنسان الغربي في تلك الغاية، وربما تفوق عليه في بعض الحالات والبلدان. ازدادت نسبة الجريمة مع تطور التكنولوجيا، وازدادت المصحة النفسية مع تعدد المتع وسبل الرفاهية، وازدادت حالة الانتحار مع زيادة الضغط، وزاد القلق والتوتر النفسي على المستوى الفردي والجماعي مع زيادة وسائل الرفاهية. والضنك في المعنى القرآني هو ضيق الصدر والقلق والشقاء والضيق الشديد، والضيق من كل شيء وفي كل شيء، فهو ضيق بذاته وبنفسه وباحتياجاته، أو هو ضيق بذاته وبنفسه وباحتياجاته، وضيق في أسرته وفي مجتمعه، وكئيب في نظرته لداخله وفي نظرته لخارجه، وهو أيضا يائس من معيشته وعالمه ومفردات حياته وتفاصيلها. وهذا الضنك وصف الحياة القائمة لا يرتبط بفقر أو بغنى كما تقدم، ولا بوضاعة ولا بوجاهة ولا بذكر ولا بأنثى، ولكنه يرتبط كما خط الوحي ورسم معالم تلك الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ترتبط حياة الضنك والألم والضيق والاكتئاب وفقدان المعنى بتغييب الله عن الحضور في تلك الحياة، وإعراض الإنسان عن حضور الله في حياته، وزهده أو جهله بهذا الحضور وأصالته. فتعمد الإنسان المعاصر تغييب الله عن الحضور في حياته، واستبدله بآلهة أخرى، قد تكون الآلة وقد تكون المادة أو الطبيعة. فانصرف الإنسان عن الله، وصرف الله عن حياته لهذه المعبودات أو غيرها، فكانت النتيجة التي أكدت حتميتها من القانون القرآني معيشة ضنكا. بما أن القرآن يتسم بتعادليته في الطرح والنهج، فهو كما وصف الداء فإنه أيضا وصف الدواء، والدواء الذي يعالج المعيشة الضنك والحياة الطيبة. إن حياة المؤمن هي بطبيعة حياة طيبة تقوم على الرضا والتسليم والتعلق بالله وحده، وهذا كفيل بتحقق تلك الحياة في نفس المؤمن وفي ضميره وفي واقعه وفي دنياه وفي آخرته. فالرجل الموفق السعيد من نظر في هذه الحياة وعرف حقها وقدرها، فهي والله حياة طيبة طالما حاز فيها المرء قلبا صالحا نقيا من الشوائب، ولسانا طيبا يتقول به الكلام الطيب، وجوارح يسخرها في كل ما ينفع به نفسه وغيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.